جدا بالمقارنة بكل الدول اللي حوالينا والدول حتى في العالم الغربي أو اللي سابقنا، فنحمد الله على كده. والنهاردة هنستعرض ما تم تحقيقه ويمكن البناء عليه، لأن قدامنا في العام الجديد تحدي جديد طبعا وأكبر. هنستعرضه مع بعض ونشوف الحلول اللي الوزارة حضرتها للتعامل مع هذا التحدي. الدراسة تبدأ إن شاء الله زي ما قلنا قبل كده يوم 17 أكتوبر في مدارس مصر. المدارس الدولية استثناء إنها ابتدت بدري 15/9 أو هتبتدي من 15/9، إنما الدراسة في مصر جمهورية مصر العربية يوم 17 أكتوبر في المدارس والجامعات. النهاردة في المؤتمر ده هنغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات. في مجموعة تانية عشان دايما لما بنغطي حاجة بنتسأل على الحاجة اللي ما قلناهاش. الحاجة اللي ما قلناهاش دي في مؤتمر تاني. النهاردة هنتكلم على التعليم العام، كيفية تسكين 23 مليون طالب زائد السادة المعلمين والإداريين أثناء السنة في ضوء أزمة الكورونا. هنتكلم على مشروعات جديدة، مصادر تعلم، هنتكلم على أسئلة شائعة والردود عليها، على إثابة السادة المعلمين والإدارات والمديريات. المواضيع الأخرى اللي هنغطيها في مؤتمر آخر من هنا لحد يوم الدراسة هي تفاصيل التعليم الفني ومدارس تم والمدارس الداخلي الفني والمدارس الخاصة والدولية. ده يبقى في مؤتمر آخر. فالنهاردة هنركز على الجزء الأولاني لأنه فعلا فيه تفاصيل كتير، فتسمحوا لي بس أروح للشاشة علشان نتكلم على التفاصيل. احنا بنتكلم دلوقتي على العام الدراسي الجديد. نشوف الأول عملنا إيه السنة اللي فاتت. سنة 19-20 كانت سنة زاخرة بالتحديات. إحنا كنا بنبص على الخريطة بتاعة السنوات الدراسية من أول KG1 لحد الثانوية العامة في مجموعات. يعني في مجموعة اللي باللون ده من KG1 لتانية ابتدائي، دول بياخدوا منهج التعليم الجديد ولهم أسلوب مختلف في تقييم الطلبة وما بيستخدموش التكنولوجي بفلسفة تصميم النظام التعليمي الجديد. المجموعة اللي في ثانوي اللي هي أولى وتانية ثانوي، دول كان معاهم التابلت وبيستخدموا أدوات مختلفة. الثانوية العامة حضراتكم عارفين طبعا تم تنفيذها على الأرض بالشكل التقليدي. المنطقة اللي في النص اللي هي من ثالثة ابتدائي للإعدادية استخدمنا فيها أدوات كتيرة جدا في ضوء الأزمة اللي تعرضنا لها، وعشان كده عملنا منصة مكتبة رقمية وعملنا قنوات تعليمية وعملنا منصة إدمودو ومنصة بث مباشر واستخدمنا مشروعات، وبعدين عملنا امتحانات إلكترونية في أولى وتانية ثانوي لحوالي 1,200,000 طالب. والثانوية العامة الحمد لله هي والدبلومات الفنية اتنفذت على الأرض. فكل ده حصل في الشهور الأخيرة. ده اللي هنبني عليه لما هو قادم إن شاء الله. مجموعة احنا بس قبل ما نخش في تفاصيل الجدول، السنة دي احنا محضرين عدد هائل من مصادر التعلم للأولاد حسب المرحلة العمرية وحسب هو عنده أدوات تسمح له بالوصول إليها ولا لا. هنتكلم عليها برضو بالتفصيل، دي بس صورة مجمعة. نمسك الأول المنطقة اللي فيها رياض الأطفال لحد ثالثة ابتدائي. هنا في نوعين من المدارس، في مدارس فترة واحدة وفي مدارس فترتين. هنبعت للمديريات ولكل مدير مدرسة نقول له انت لو مدرستك فترة واحدة بنقترح انك تجيب الولاد من الحد للاربع بطول لليوم الدراسي وطول الحصص، يخلي مجموع الحصص الدراسية ثابت. لازم نديهم نفس الجرعة بس بتوزيع ايام مختلف. هنا لو المدارس فترتين هيجوا يومين، هيجوا 3 ايام اللي هم سبت واثنين واربع، هنا من الحد للاربع. مدير المدرسة بياخد الصورة دي وبيبرمج الجداول بتاعته على الايام مهتديا باللي احنا باعتينه له. بس اللي انا بقوله لحضراتكم وللسادة الاعلاميين، مش عاوزين عنوان اسمه الابتدائي هيجي يومين، مفيش حاجة اسمها كده. اوكي، ما تقولوش الكلام ده. كل مدرسة ليها جدول وكل مدرسة هتدي لولاد الجدول، لسه الجدول معقد شوية عن كده، بس هنشوف. لو مثلا ابني في مدرسة فترتين وهيروح سبت واثنين واربع، هيجي له جدول سبت واثنين واربع هيعمل ايه، وفي الايام اللي في البيت كمان هيعمل ايه.
في جدول للوجود في البيت. الوجود في البيت مش اجازه، الوجود في البيت جزء من العمليه الدراسيه. فعشان كده احنا كاتبين تحت الجدول النهائي مسؤوليه مدير المدرسه. مدير المدرسه هو اللي هيقوم بيه. السنه دي هندي صلاحيات كبيره جدا لمديري المدارس وتمويل علشان تقويه المدرسه، تقويه المدرسه نفسها، الوحده القريبه جدا من الارض. الولاد اللي في السن ده من رياض الاطفال لحد ثالثه ابتدائي في الاساس ما بيستخدموش تكنولوجيا، عشان كده هم هيحضروا اكبر عدد من الايام. دول بيستخدموا نظام التعليم الجديد وعندهم الكتب بتاعتهم وبيتقيموا في المدرسه، ومفروض ما فيش هنا تكنولوجي. فده مصدر التعلم الاساسي بالنسبه لهم هو الحضور والتواجد في المدرسه والتعاون بينهم وبين اولياء الامور والمدرسين في الفتره اللي هيقعدوها في البيت، قد تكون يوم او اتنين على الاكثر. طيب لو رحنا بس هنا قبل ما اكمل عاوز اقول ان احنا فخورين جدا انه استجابه طبعا لتكليفات السيد الرئيس احنا اضفنا لثالثه ابتدائي كتاب اول مره ننزله اسمه القيم واحترام الاخر، ماشي على مسطره نظام التعليم الجديد وعلى محاور اللي ماشي عليها نظام التعليم الجديد. القيم واحترام الاخر معا نبني، ده لثالثه ابتدائي. هنعمل نسخه من الكتاب ده واحنا ماشيين لتانية والاولى ابتدائي عشان تبقى سلسله، انما نزلناه على طول في السنه اللي وصل لها نظام التعليم الجديد. فدي اول مره هيدرس بنتكلم فيه على كل القيم اللي بنردد ان احنا محتاجين نهتم بيها. بقيه المرحله الابتدائيه هتلاقوا الاقتراح اللي هنبعته لمديري المدارس زي ما انتم شايفين. لو حطينا الخريطه دي على بتاعه كي جي 1 لثالثه ابتدائي هتلاقوا ان الايام دي عكس الايام الثانيه. يعني الايام اللي بيجوا فيها بتوع كي جي 1 ما فيهاش بتوع رابعه وخمسه وسته، بيجوا في ايام ثانيه علشان نقلل الكثافات لانها عاليه جدا في السن ده. فهنا الحكم هو مدير المدرسه اللي هيبقى الواجب بتاعه يهتدي باللي بنقوله له ويتعمد ان بالفراغات اللي عنده والمساحات اللي عنده المسافه بين الطلاب ما تقلش عن متر ونص. فايا كان الكثافه القديمه، الكثافه القديمه 80 100 لا هتنزل ل 15 و20 و25 باستخدام الفراغات والجداول دي. بعد كده في المرحله الابتدائيه مصادر التعلم للطلاب اللي في رابعه وخمسه وسادسه احنا هنعمل طفرة كبيرة جدا في القنوات التعليمية هتشوفوها في الآخر. هيبقى كل اللي كان بيتدرس في الحصص هيتعمل على التلفزيون. يعني جدول رابعة ابتدائي بتاع كل المواد، جدول خمسة ابتدائي، ستة، مشروع ضخم جدا هيتعمل هنا حصة بحصة يوم بيوم. فالطالب اللي في رابعة وخمسة وستة ابتدائي هيلاقي كل المناهج على الهوا وبتتعاد وبتنزل له هنا وعلى يوتيوب، ويبقى معاه جدول بيعمل ايه في المدرسه والحصه دي بتتذاع الساعه كام في الايام التانيه. لو عنده انترنت، ده اللي ما عندوش انترنت. اللي عنده انترنت هيبقى عنده القنوات التعليميه زائد منصه ادمودو اللي فيها فصول افتراضيه بيكلم فيها المعلم، المكتبه الالكترونيه اللي فيها مراجع اضافيه للاعمار دي، ومنصه البث المباشر. فكده اللي عنده انترنت عنده اضافات، اللي ما عندوش انترنت مفيش مشكله خالص، بيروح المدرسه حسب ايام الجدول وعنده القنوات التعليميه مغطيه بالكامل من رابعه لسته ابتدائي. المرحله الاعداديه فيها 5 مليون، دول هيتقسموا 3 مجموعات، كل مجموعه تيجي يومين، او ده اللي هنبعته للمدارس. اليومين عكس بعض طبعا، فهتلاقوا ان المجموعه الاولى بتاعت اولى اعدادي بتيجي سبت وثلاث، تانية اعدادي بتيجي حد واربع، تالتة اعدادي بتيجي اثنين وخميس. ودول برضو هيترك القرار النهائي في توزيعهم للمدرسه. المدرسه اذا قادره تجيبهم ايام اكتر مفيش مانع، بس المهم يحتفظ بالتباعد الامن. فاحنا كلمنا الساده مديري الادارات ومديري المديريات وهم على علم بده، وهيبتدي كل واحد فيهم يعمل جدول مدرسته بدءا من النهارده. تي والجي ار اي والتويفل وكله نماذج متساويه الصعوبه مش موحده في الاسئله. وحتى على فكره النماذج المتساويه الصعوبه بيتم تسريبها زي ما بيتسرب السات، مظبوط.
لا، احنا هنعمل امتحان مش هيتسرب ومش هيتغش، متساوي الصعوبة. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا ما يسمى بنوك الأسئلة. فمثلا ناخد علم زي الفيزياء مثلا، علم الفيزياء فيه نواتج تعلم، لكل ناتج تعلم في حصالة فيها أسئلة بنسميها بنك أسئلة. الحصالة دي كمان الأسئلة متوزعة بمستوى صعوبة، نقول إيه الأسئلة دي، ده مستوى 1 2 لحد 5 مثلا لناتج التعلم ده. الفورمة اللي بيتعمل بيها الامتحان احنا بنقول للكمبيوتر اعمل لي امتحان قيس فيه نواتج التعلم دي ودي ودي، الناتج الفلاني هات لي سؤالين مستوى صعوبة 2 مع مستوى صعوبة 5، وهات لي من الحصالة التانية سؤال مستوى صعوبة 3 مع مستوى صعوبة 1. يوم الكمبيوتر يفصل امتحان، نفس المسطرة هنفصل بيها 4 امتحانات، مش هيطلعوا نفس السؤال بس هيطلع نفس المسطرة، المسطرة بتاعت توحيد الصعوبة. الامتحان مثلا فيه 30 سؤال، الأسئلة دي هتتفنط والإجابات المتعددة هتتفنط، وبالتالي مفيش 2 قاعدين جنب بعض عندهم نفس الورقة أو نفس الامتحان. فموضوع التسريب والغش اللي أذى مصداقية الامتحان قبل كده هينتهي تماما. التصحيح هيتعمل اوتوماتيك على الكمبيوتر زي ما الامتحان اتعمل اوتوماتيك، لا اتطبع ولا اتعمل فيه اي حاجه. ده هيتم تنفيذه الكترونيا. اللي انا بقوله هيحصل للطلبه اللي طالعين من تانية ثانوي واللي مأجلين واللي ساقطين. الفرق الوحيد اللي مأجل او ساقط ما معهوش تابلت هياخد نفس الامتحان بس ورقي. فالسؤال المتكرر هنمشي على النظام القديم والجديد، مفيش نظام قديم في ده، نظام الأسئلة الجديدة سواء بقى على تابلت أو على ورقي، إنما نظام الأسئلة الجديد. طيب الحاجة الجديدة اللي ما كانتش موجودة في النظام المصري هي إنه الثانوية العامة كانت حياة أو موت لأنها فرصة واحدة. إحنا مش هنخليها فرصة واحدة. في امتحان اسمه الثانوية العامة في يونيو، نعتبره كده زي السات، محاولة. هتدخل حضرتك هتمتحن في 7 8 مواد، تاخد النمر. لو في نمرتين اقل مما تحب يعني وعاوز ادخل طب بس ما جبتش كويس في الكيمياء، او ممكن نخش تاني في اغسطس نحسن للماده دي، ممكن يخش في كل المواد لو عاوز، وهناخد النمره الاعلى. فبالتالي دي حاجه ما كانتش موجوده خالص. ممكن المحاولتين نفكر ونخليهم 3 زي الامتحانات الاجنبيه. ما تبقاش الثانويه العامه حياه وموت، المجتهد يدخل الجامعه. والله كان عنده ظروف اجتهد وتعالى تاني، فمش عاوزينها تبقى حياه او موت، مش عاوزين ده يسيطر علينا. فاحنا اضفنا فكره ان الامتحان كذا فرصه، وممكن نحسن على مستوى الماده، وهناخد من كل المحاولات اعلى نمره جابها حققها الطالب. اظن ده يريحنا جدا جدا يعني. فده فيما يتعلق بالثانويه العامه. المنصه الاساسيه اللي بيدرسوا منها طلبه الثانويه العامه، بما ان السنه دي اول سنه برضو في مصر مش هنطبع كتاب ورقي لاولى وثانيه وثالثه ثانوي بالكامل، فالكتب هتكون موجوده في صوره رقميه، مش في صوره PDF، هتبقى في صوره كتب تفاعليه، هتبقى اي بوكس، كتب المرحله الثانويه هتبقى عندهم. وفي نفس الوقت في منصة إدارة تعلم بنبني فيها بقالنا سنتين، دي 3 سنة، عشان ما فيش كتب مطبوعة أضفنا كل النواقص زي اللغات والفلسفة وعلم النفس والحاجات دي بتكتمل على الليرنينج مانجمنت سيستم. ده مشروع كبير جدا شغالين فيه. برضو المشروع الجديد خالص مكتبة الدروس الإلكترونية، ده بالظبط زي المكتبات اللي حضراتكم عارفينها بتاعت الأفلام، زي نتفليكس وزي شاهد. القنوات التعليمية زي ما سمعتوا كده هيبقى مشروع ضخم جدا، لأن احنا بنحاول نبني مناهج من رابعة ابتدائي كأن في مدرسة اون تلفزيون، يعني في مدرسة على التلفزيون بنفس مواعيد المدرسة اللي على الأرض، من رابعة ابتدائي لثالثة ثانوي. فعندنا مناهج هنا رهيبة وجداول زمنية معقدة جدا، وهنحتاج محطات كتيرة جدا، فده شغالين فيه برضو. في بقى أسئلة شائعة طبعا بتيجي منين؟ بتيجي من الإشاعات التي لا تتوقف. هل هتاخدوا الغياب؟ هناخد الغياب، دي سنة دراسية عادية، هناخد الغياب وهناخد الحضور وهناخد أعمال السنة. أي حد بيقول لكم غير كده اجتهاد، مفيش حاجة من دي خالص.
هل طابور الصباح اتلغى؟ لا، طابور الصباح ما اتلغاش. احنا قلنا هندي مدير المدرسة صلاحية كبرى، هو اللي هينفذ على الأرض الإجراءات الاحترازية بما يراه مناسبا. والمدير المدرسة والسادة المعلمين السنة دي هيسترجعوا هيبة المدرسة وهيبة المعلم، ومدير المدرسة هو اللي هيقرر الكلام ده. في طابور ولا ما فيش؟ هنخش ازاي؟ هنقعد في الحوش ولا لا؟ هنحضر ازاي؟ ده قرار مدير المدرسة، كل مدرسة على حدة. والسؤال التقليدي بتاع كل سنة، رغم ان قرار مجلس الوزراء ان موضوع التعريب اللي دخل مدرسة لغات يمتحن لغات، وقرار مجلس الوزراء اللي طلبنا تمديده خلص، ولكن استثناء للمرة المليون للعام ده هنعرب الجيولوجيا فقط. اللي عاوز تعريب في مواد تانية يسيب مدرسته ويروح مدرسة عربي، ما ياخدش شهادة رسمي لغات وهو بيمتحن عربي، بيختار بقى. انما احنا هنعرب الجيولوجيا بس تعاطفا مع فكرة انه مفيش عدد كافي من المعلمين اللي بيدرسوا الجيولوجيا باللغات. فده ردا على موضوع التعريب. الامور التانية، موضوع اللياقة البدنية والتربية الرياضية من اهتمامات الدولة، وعشان كده في تعاون مع جهاز الرياضة في القوات المسلحة ومع وزارة الشباب والرياضة، وهنوافي حضراتكم في الأسابيع اللي جاية باللي مطلوب في التربية الرياضية، اللي هي مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل في الأيام اللي مش هيحضروها في المدرسة. يعني الأيام اللي مش هتتحضر في المدرسة مش أيام أجازة، هيبقى فيها واجب، يا إما هنروح حتة نمارس فيها الرياضة، يا إما هيبقى فيه واجبات بتتعمل وهتتسلم لما نرجع المدرسة، وجدول للقنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية الولاد تتابعه، ويبقى ولي الأمر أو المدرس بيشرف عليهم. الأنشطة عموما هتبقى متناسبة مع عدد أيام الحضور، هتبقى موجودة بس بنسب أقل من لما كانوا بيحضروا كل يوم. فيبقى كده الأنشطة والحضور والغياب وأعمال السنة والتعريب وموضوع التربية الرياضية ردينا عليه. موضوع بقى الإشاعات، حضراتكم احنا لما بيكون عندنا حاجة مهمة بنطلع نقولها زي دلوقتي وفي مراحل سابقة، ولكن بنعاني ما بين ما نشوفكم للمرة اللي بعديها من قدر من الإشاعات مخيف. بس عاوزين نتفق مع بعض اتفاق، دي العناوين الرسمية بتاعتنا، يا ريت كل حد يكتبها كده في فيسبوك وفي انستجرام وفي تويتر، والحساب بتاع الوزير اهو وبتاع الوزارة اهو وبتاع فيسبوك، اي عنوان تاني مش احنا. فيعني ما نقراش معلومات في، على فكرة 17 موقع النهاردة وأنا بتكلم منتحلين شخصيتي، و4 منتحلين موقع الوزارة، وكلهم ليهم 3 مليون متابع بيسألونا هو الكلام ده صح ولا غلط. يا جماعة اللي ما قلناهوش هنا يبقى غلط، ما احنا بنقول اهو. فلو راقبتوا ايه اللي اتسألنا عليه في الأشهر اللي فاتوا، ده مش احنا اللي قلناه. فعاوزين ما نستسلمش لهذا النوع لأن ده مرهق ليكوا ولينا. فيا ريت تحفظوا العناوين دي ولا تسمعوا لشيء غير ده. اللي احنا ما قلناهوش حد تاني يألفه، فمش ما عندوش معلومة يعني، هو بيجتهد بيعمل بلبلة. فاحنا كلنا بنقع فريسة لده، بس يا ريت نتأكد من العناوين قبل ما نسأل مين اللي قال بس. ولو رجعتوا للفيسبوك والميديا وسألتوا اللي قالوا من شهر، قولوا له انت كنت جايب الكلام ده منين؟ الكلام اللي قلته كله غلط، ما تسيبوهمش يعملوا الإشاعة ويفلتوا بيها، اسألوه جبتوا الكلام ده منين؟ ما حصلش تغييرات إدارية في الوزارة على فكرة، كل الأخضر ده. فاللي عاوز يدفع أهلا وسهلا، مش عاوز ده اختياري. إنما القنوات التعليمية متاحة بالكامل من رابعة ابتدائي للثانوية العامة، ده بزائد التدريس في المدرسة، ده مع التدريس في المدرسة. وبعدين الليرنينج مانجمنت سيستم ده موجود للمرحلة الثانوية، المكتبة دي موجودة لكل السنوات، كل ده ببلاش. البث المباشر ببلاش من على موقع الوزارة، ادمودو ببلاش في 13 مليون مستخدم. الاي بوكس هتتحط نسخة رقمية بس مش تفاعلية هنا، والنسخة التفاعلية هتتحط في المكتبة اللي اسمها اي بوكس بلس بسعر محدود يكافئ جزء من اللي كان بيدفع في الكتب الخارجية.
دي بقى الكتب بتاعت الوزارة اللي معمولة بفكر الوزارة تحضيرا للامتحانات الجديدة بفلوس زهيدة جدا. منه بنديكوا كواليتي أعلى بسعر أقل ونرشد الموارد. اسأل المعلم ده حاجة جديدة هندخلها السنة دي، هنبتدي بالإعدادية للثانوية. دي حاجة زي البرنامج بتاع أوبر، اللي واحد بيجيب تاكسي، هو بيطلب تاكسي فالتاكسي بيجي له، هو مش عارف تم اختيار التاكسي ده ازاي. هنا الطالب اللي عنده سؤال هيبعته على الابليكيشن ده، على البرنامج ده، هيلاقي أستاذ رد عليه. الأستاذ هيرد عليه، ممكن أستاذ ممكن مجموعة. فده برنامج نلاقي فيه ردود على أسئلتنا أونلاين لو حبينا من أي تليفون في أي سنة دراسية من دول، من الإعدادية لحد الثانوية، وهنتكلم على تفاصيله وإحنا ماشيين. فده برنامج جديد والسادة المعلمين هيشتركوا معانا فيه. طيب السادة المعلمين وهم عنصر أساسي جدا في اللي احنا بنتكلم عليه ده زي ما حضراتكم شايفين، والسادة مديري المدارس ومديري الإدارات ومديري المديريات، كلهم جيش مهم جدا. احنا عندنا في المنطقة دي زي ما عندنا 8 مليون طالب، عندنا حوالي 480 ألف معلم. في المنطقة من رابعة للإعدادية فيها 629 ألف معلم، وبعدين في الثانوي في حوالي 96 ألف. السادة المعلمين هنعمل لهم مكان واحد للتدريب، أكاديمية جديدة، مش الأكاديمية المهنية للمعلمين، أكاديمية أونلاين فيها كل أشكال التدريب للحاجات المختلفة. تدريب الناس في 2.0 مختلف عن هنا، مختلف عن ثانوي. أنواع التدريب دي هتمارس في مكان جديد بشكل منظم جدا عشان تدي شهادة لمزاولة المهنة وتدي إجازة للمشاركة في حاجة كبيرة جدا. هنبتدي نشرك المعلمين في أرباح ممكن تيجي من اشتراكهم في حاجات كتير. يعني ممكن السادة المعلمين هم اللي هيدرسوا هنا، وهم اللي هيساعدونا في الكتب التفاعلية، وهتكلمكم عن مجموعات التقوية هنعمل فيها ايه، هيشتركوا فيها، وقنوات تعليمية وبرنامج يسأل المعلم، كلهم فيهم المعلمين. المعلمين هيبقوا جزء من هذه المنظومة وليهم نسبة حسب كفاءتهم وحسب جهدهم، مش زيادة واحدة كده في المرتب، لا، هيدخل معانا في ده نصيبه كده، هيعمل معانا الكتاب ده نصيبه كده، هيدخل معانا في مجموعة تقوية نصيبه. احنا هنغير القرار الوزاري اللي كان بيحكم مجموعات التقوية بما فيه من حاجات قديمة، هنغيره علشان نرفع كفاءة المجموعات المدرسية، تستند على ركائز تربوية، ونعرف مين اللي بيدرس وبيدرس بيقول ايه بالظبط، ويبقى فيه ضبط للجودة وتوفير للأهالي أو طمأنينة للأهالي. احنا هننظم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدارس في الجمهورية كلها بضوابط هنبعتها احنا للمدارس، بقول لكم المختصر يعني. وهننظم مجموعات تقوية للشهادات العامة ثالثة إعدادي وثالث ثانوي عن طريق الإدارة التعليمية. هنجهز القاعات دي بالكامل تكنولوجيا، ويبقى فيها تكييف وفيها معدات حديثة جدا جوه كل مدارس مصر. بس الطالب مش لازم يروح مجموعة تقوية في مدرسته، يروح مجموعة تقوية اللي تعجبه، يختار الأساتذة اللي عاجبينه، المسألة تنافسية. كل المدارس هتعمل مجموعات تقوية وسوق تنافسي، اللي بيدي جودة أعلى تحت إشرافنا بالأرقام اللي احنا بنقولها، بيدرس الحاجات اللي احنا قايلين له عليها، مفيش أي تغيير لا في فلوس ولا في المحتوى، بس شطارة اللي بيدرس هي اللي هتجيب له الطلبة. فالطلبة مش ملزمة تروح لمدرسين الفصل، هو بيروح للمدرس اللي عاجبه في أي منطقة محيطة. كل ده اختياري، احنا بنحقق ده على الأرض، بنديكم مصادر تعلم ومجموعات تقوية وقنوات تعليمية، وتظل اختيارية للي عاوز بهدف تحسين المستوى الدراسي. لو كانش بيكفيه الأدوات التانية يقدر يجي هنا مقابل مادي مناسب جدا، أقل كتير جدا من اللي كان بيحصل قبل كده. كمان في مجموعات تقوية كل الإجراءات الاحترازية اللي بناخدها من وزارة الصحة هتطبق هنا، وفي نسبة 10% من كل مجموعة تقوية للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء هيتم إعفائهم منها.
النسبة اللي تحت دي لسه بنفكر فيها، بس يعني اللي في دماغنا نسبة كبيرة تبقى هتروح من المجموعات للمعلم، والباقي هيروح للمدرسة نفسها مش للوزارة، يروح المدرسة عشان المدرسة يبقى فيها حمام ويبقى فيها كراسي ويبقى فيها تخت. عشان كده اتكلمنا على مدير المدرسة واتكلمنا على الآخر وحدة في المنظومة نقويها ازاي. لما أنا أبعت ولادي مجموعات التقوية مش الدرس اللي بره في السنتر، أنا بقوي المعلم والمدرسة والبلد وبحافظ على أولادي وباخد منتج أحسن بربع السعر بوضوح. طيب احنا عملنا ايه؟ عملنا مصادر تعلم اللي كانت في الجدول يمكن 15 حاجة غير بعض، والوزارة بتعمل كل فيديو هتشوفوه، كل كتاب متراجع من مركز تطوير المناهج، واحنا ايه بنديله حاجة بسعر مناسب برضو فيها جودة. الموارد اللي هتيجي منها بتستخدم ان نعمل منصات اكتر ونبني فيديوهات اكتر وندي للمعلمين مكافأة لن يحصلوا عليها عن طريق التقليدي اللي هو الموازنة ونزود المهية. هنا المعلم الشاطر ان شاء الله يبقى مليونير بعد شهر، ده قانوني وبيدفع ضرائب عليه وبيعمل شغل يستحق عليه هذا، تمام. ونخلص اولياء الامور من كابوس الدروس الخصوصيه. عايزين الولاد تتعلم في الاخر، المنصات دي عشان يتعلموا. موضوع النجاح والنمره والنص نمره والتظلمات دي قاموس قديم خلاص، مش هنتكلم في 2021 على حاجه من دي خالص. ومش هيبقى الاول على الجمهوريه جايب 100، ما حدش هيجيب 410. اول ممكن يبقى جايب 80%، هيخش بيهم طب وهندسه وياخد دكتوراه كمان، بس الكيرف هيتظبط. مش الشكل ده مش هيبقى فيه تظلمات. ليه؟ لان لا كان فيه كنترول ولا كان فيه مصحح، فما فيش تظلم اصلا. ولو النمره مش عجباني في فرصه واثنين وثلاثه. فكل ده تغيير كبير وعميق يعني. في الاخر احنا بنتمنى النجاح طبعا لكل ولادنا. حضراتكم شايفين قد ايه الوزاره يعني بتعمل في اتجاه توفير كل المصادر دي، وهنفضل مستمرين طبعا طول السنه. ده عمل ضخم جدا يعني بنعمله واحنا بنتكلم، بنبني في القنوات التعليميه وبنبني في المكتبات الالكترونيه وبنبني للي ما عندوش انترنت واللي عنده انترنت. فكل طالب فكرنا فيه، وهنحاول ندي الطلاب اللي ما عندهمش انترنت في اسرع فرصه مسموحه يعني اجهزه. فكل شيء ماشي في اتجاه الاحسن. ميعادنا الجاي هنتكلم على التعليم الفني وتفاصيله كتير، هنخليه لوحده عشان ما تلخبطش. المدارس الخاصه والدوليه لاولياء الامور احنا بنعيد بناء منظومه المدارس الخاصه والدوليه دي من الجذور خالص. فقبل ما نتكلم فيها نكون عرفنا هنقول لكم ايه، هنغيرها بالكامل، سواء في طريقة دفع الفلوس، في طريقة تحديد النسب، في طريقة السيطرة على جودة المناهج المختلفة والمدارس المختلفة. انتظروا الكلام ده في المؤتمر الجاي هنتكلم عليه، والأمور ماشية كويس قدامنا من هنا لحد 17 أكتوبر 5 أسابيع. هتشوفوا على الموقع بتاعنا كل يوم في إضافات لأي أسئلة جديدة هتبقى عندكم، وبشكركم على استماعكم يعني. شكرا جزيلا.